السلام عليكم اعزائي الشباب الجمال، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو مختلف عن سلسله السلسله اللي احنا بنعملها. احنا بنتكلم على الدوري الانجليزي وساعات بنتكلم على الدوري الاسباني. فالنهارده هنتكلم على الدوري المصري، وهحاول معاكم نتابع الدوري المصري، ويبقى الدوري الانجليزي والمصري والاسباني لو فضينا نبقى نحلل معاكم. نبدا بماتش الزمالك، وهنتكلم على ماتش الاهلي وانبي، ماتش الزمالك والاتحاد السكندري. الماتش اللي كان قوي جدا من الزمالك، استحواذ كبير قوي من نادي الزمالك ودفاع صرف من نادي الاتحاد السكندري. هو الصراحه الدفاع بتاعهم كان جيد جدا، وبيلعبوا على التحولات الهجوميه السريعه، وده كان باين عليهم قوي في الشوط الاول. وكمان التحولات بتاعتهم كانت بتبقى سريعه وخطيره في نفس الوقت، كان ليهم كذا هجمه خطيره في الشوط الاول. وبرده كان في تألق من حسام عبد المجيد والونش وعواد طوال الشوط الاول. بصراحه الثلاثه قدروا يتصدوا لهجمات الزمالك في الشوط الاول. وكمان اللي كان متالق جدا جدا فتوح في الناحيه الدفاعيه والهجوميه. فتوح كان عامل ماتش او جيم عالمي فوق ما تتخيل، بجد كان عامل ماتش حلو قوي. بس الاستحواذ بتاع الزمالك ما كانش بالخطوره الكافيه اللي احنا نذكرها في الفيديو. بجد الخطوره بتاعته ما كانتش اللي احنا متوقعينها. انت عامل استحواذ على الكوره بس الخطوره بتاعتك ما كانتش اقوى حاجه. كان في المفروض تعمل خطوره اقوى من كده عشان تبان، بس انت ما عملتش خطوره كافيه اللي انت تبان بشكل حلو قدام الاتحاد السكندري. ماسك كوره بس ما فيش خطوره، ما فيش فعاليه، ما فيش اي هجمات حلوه لنادي الزمالك تذكر. وكمان شفنا اللي كان عاجبني انا بقى في الشوط الاول، بعيدا عن الاستحواذ وبعيدا عن الهجمات وبعيدا عن كل ده، محمد شحاته وحسام اشرف وعبد الله السعيد، الثلاثه اللي كانوا عاملين جيم عالمي. وبالذات حسام اشرف. حسام اشرف ما سجلش اهداف بس كان بيراوغ وبيسدد وشرس جدا على المرمى. وبجد اللاعب ده اديله فتره في الزمالك وبجد هيشيل هجوم نادي الزمالك بجد. هو بس محتاج يبطل اللي هو ينزل للوسط ويلعب بوكس تو بوكس ويسدد ويبقى مهاجم قناص. هتفرق معاه الحته دي حلوه، هتفرق معاه جامد. يعني هو لو طبق الفكره ديت هتفرق معاه جامد. وكمان محمد شحاته، اللي تحس بالنسبه لنا وبقول عليه كده من ساعه ما محمد شحاته ده طلع او هم اشتروه، بجد محمد شحاته تحس اللي هو امام عاشور الثاني. بجد لاعب بساطته كويسه، بيسدد حلو، بيدافع حلو، فبجد لاعب جامد جدا. وكمان جوكر بيلعب في كذا مكان، فده هيفيد الزمالك في الفتره الجايه، وهيفيدهم جامد قوي، وهيفيدهم كمان في اماكن كتيره لو مش لاقي لها بديل هو بيلعبها. فبجد اللاعب ده هيبقى لاعب جامد جدا جدا جدا. نخش على الشوط الثاني. شوط الزمالك كان احسن فيه من الاتحاد، اللي كانت الاتحاد فيه كان وحش قوي، اوحش من الشوط الاول. شوط تاني الزمالك استحواذ زي الشوط الاول بالظبط، بس هنا بقى الزمالك قدر يسجل بدل الهدف جونين. واول هدف كان عالمي بجد، مزيكا بجد. يعني زي ما بنقول كده مدرسه الفن والهندسه فتحت، بجد كان جون عالمي 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 من عبد الله من عبد الله الزعيد ومحمد شحاته وكمان عمر جابر. فبجد كان كون متكامل، واللي جابه طبعا ناصر منسي. بجد كان كون 1 2 3، كان لقطه جامده جدا منهم. فبجد كان جون جامد قوي. وجاء نخش على الزمالك الهدف الثاني اللي سجله مين مش فاكر، بس عامه انا سيبك بقى من الجون الثاني. لا خلينا في الجون الاول. الجون الاول كان مزيكا مزيكا. اما بتفتح دونجا اما جاب الهدف الثاني، كوره شاطها هي كده كده كانت طالعه بره، تخبط وتسجل هدف. فبجد يعني حظ كبير قوي لدونجا، بس هو كان تسديده والزمالك كان يستاهل بصراحه على الجيم اللي هو كان عامله. وعايزين بقى نخش نقول ان الطرد بتاع الاتحاد السكندري بتاع محمد، اللاعب اسمه محمد ايه كده مش فاكر بجد. لا الفرقه ديت او الطرد دوت اثر مع الاتحاد السكندري جامد جدا. يعني هم كانوا قبل الطرد ده حاجه وبعد الطرد ده حاجه تانية خالص. فالطرد ده اثر عليهم قوي. نروح سريعا لاحسن لعيبه في المباراه. بالنسبه لنا مروان داوود بقاله كام ماتش عامل اداء حلو واداء كويس جدا مع الاتحاد السكندري، فبجد لاعب جامد ولاعب هيبقى له قيمه كبيره في الاتحاد السكندري. عبد الله السعيد احسن لاعب في المباراه من وجهه نظري. احمد ايمن المدافع ومحمود متولي الاثنين كانوا عاملين جيم جامد جدا جدا جدا. محمد شحاته عامل جيم عالمي وبساط حلو قوي والشوطات كان بيحاول. بس اللي انا عايز اعرفه هنا ليه مصطفى شلبي ياخد رجل المباراه بعيدا بقى عن كل اللي هو عمله ده. يعني واحد زي عبد الله السعيد ليه ما ياخدش رجل المباراه؟ واحد زي محمد شحاته ليه ما ياخدش رجل المباراه؟ واحد زي فتوح ليه ما ياخدش رجل المباراه؟ انا عايز اعرف مصطفى شلبي عمل ايه عشان ياخد رجل المباراه. مهما كان اللي عمله فحرفيا في لعيبه عملت احسن منه بمراحل. فبجد هو بالنسبه لنا ما يستاهلش رجل المباراه دي بالنسبه لنا. نروح للشوط الثاني.
لا نروح للماتش الثاني، ماتش الاهلي وانبي. استحواذ من الاهلي في الشوط الاول. الشوط الاول كان الخطوره فيه من الاهلي، والانبي ما كانتش يعني ما جاتش الماتش اساسا. انا مش عايز اقول لك ما عملتش هجمات، لا هي ما جاتش المباراه، هي حرفيا عاملين جيم دفاعي وانتشار دفاعي حلو في الملعب، وكانوا عاملين حرفيا يعني حصار او حيطه كامله الاهلي مش عارف يخترقها. بس بجد هم عاملين جيم دفاعي كويس، بس على من جهه الهجوم بتاعهم فهم حرفيا ملط. يعني احنا ما شفناش انبي تقريبا غير في الشوط الثاني هم بيهاجموا، انما هجمات في الشوط الاول وابتدى الشوط الثاني كمان، فلا بجد الهجوم بتاع انبي ضعيف جدا. هم بيلعبوا خطه 5 3 3 5 2 حرفيا كلهم في منطقه جزائهم او بره منطقه الجزاء، يعني في منهم حبه في منطقه الجزاء وبره، وحبه على خط 18، وواحد بس هو اللي بيهاجم جوه لوحده. فانت بجد هم بيدافعوا بس، حرفيا هم الفريق ام بي حرفيا هو بيدافع بس طول الشوط، وده اللي كان باين. وكمان كانت لعيبه الاهلي كانت بتبقى صعب اللي هي تخترق الدفاع ده، وكانت ساعات بتخترقه، بس لما بتخترقه بتلاقي الحارس بتاع ام بي حارس جامد جدا. وهو حرفيا بالنسبه لنا في الشوط الاول هو رجل الشوط الاول. بجد عمل مباراه جامده جدا، بجد مباراته عجبتني جدا جدا جدا. فبجد هو يستاهل اللي هو يعني يبقى رجل المباراه بجد، لان هو عمل مباراه جامده جدا جدا. في الجانب الاخر شوبير اصلا اللي ما شفناهوش النهارده بسبب دفاع الانبي اللي وحش جدا، ولا هجمه ولا اي حاجه ولا شوط على شوبير. فبجد ما فيش اي حاجه لشوبير النهارده، لان هو ما راحتش عليه جوان او ما راحتش عليه هجمات. هي تقريبا هجمه او هجمتين في الشوط الثاني بس، يعني لا خطوره تذكر لانبي طول المباراه. الماتش كان رايح للتعادل عشان تيجي كرة في الاخر لضربه جزاء، قلنا خلاص بقى الانبي هتخلص المباراه لصالحها، نلاقي اللاعب شاطها فوق ملهاش اي دعوه بالجون، عشان الماتش يخلص 0-0 ل 0-0 للفريقين، كل واحد ياخد نقطه. بس بجد انبي حرفيا كان عامل جيم رخم قوي دفاعيا، يعني قدر اللي هو ياخد نقطه من النادي الاهلي، وده في حد ذاتهم لانبي ده فوز للانبي، لان انت تاخد نقطه من النادي الاهلي دي نقطه صعبه قوي يعني في الوقت اللي احنا فيه دوت. بس بجد هم عملوا اللي فيه فرق كتير قوي ما قدرتش تعمله، حتى المصري ما قدرش يعمله. فبجد شابوه النادي انبي على الدفاع اللي هو عمله. بس كان نفسنا نشوف مباراه فيها هجوم، احنا حرفيا احنا كنا بنشوف دفاع بس. حتى الاهلي النهارده في اغلبيه الشوط يعني اغلبيه الشوط الاول واغلبيه المباراه عامه كان بيقطع الكوره من لعيبه انبي داخل منطقه نص الملعب بتاعهم. يعني الاهلي لعيبه الاهلي كانت بتقطع الكوره من لعيبه انبي داخل نص ملعب انبي، وحتى انبي ما كانت بتيجي تمسك كوره لا ما كانوش بيعملوا الخطوره الكافيه على مصطفى شوبير، لا ده هم كانوا بيمسكوا الكوره عشان يطولوا او يعني يضيعوا وقت بمعنى اصح. كانت تلاقيهم وصلوا نص الملعب وبعد كده رجعوا للحارس بتاعهم تاني عشان يقدروا يباصوا معاه. فبجد لا انبي كانت عامله جيم هجومي سيء جدا جدا جدا، حرفيا هم ما جوش في الهجوم. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ان شاء الله لايك وشير وسبسكرايب على التحدي بتاعنا. 1000 متابع من نهايه السنه، وتفعل زر الجرس، وسلام.